ونمر سريعا إلى آخر تدخل وهو للشيخ الكريم عادل بن محجوب الفوزي، فليتفضل مشكورا، وسيكون كلامه إن شاء الله تعالى عن المكتسبات الدينية. فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد اليمان لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. هذا لسان حالنا ونحن نسمع أمثال هؤلاء الناس يتكلمون في مواطن لها حرمها بمقتضى المواثيق الوطنية وما تعاهدت عليه كل فئات المجتمع، أن تلك المواطن كقبة البرلمان ونحوه إنما جعلت لتجمع أهل الرأي والمشورة الذين يكنون النصح للأمة، فيسوقونهم بالحكمة والموعظة الحسنة، دالين في ذلك على أدب جم وعلم غزير. فأما إن كانت الأخرى من سوء الخلق وسوء التعبير، فهؤلاء أنا أنصح لجنة البرلمان في أن تبيح لهم الغياب، فإن من مصلحة الأمة أن يتغيبوا وأن لا يسمع لهم صوت ولا تأذن لهم أذن. أيها الأحباب الكرام، إذا أساء هذا الرجل فلن يجد منا إلا الإحسان، ولن نزيد على أن نطيع الله فيه إن عصي الله تعالى فينا على حد ما كان خلق السلف. ولكن أين نحن من هذه المبادئ التي يتبجحون بها من حفظ الحقوق ومن سعة الصدر ومن السماع المصلحين؟ أين هذه الشعارات التي تفقد في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه؟ وأجدني هنا ملزما أن أستشهد بكلام لبعض الشعراء في مثل هذا السياق، يقول: ما لي على بحر الغرام يد ولا تقو ولا صبر ولا جلد، تزكي تبارحه الذكرى فتوقدها دور الأحبة بالألوى فتتقد، يأتيهم في نواديهم فيمدحهم إذ ذاك يغضب منه الواحد الأحد، هذا يسميه قطبا في مدائحه يوما وذا وتدا ما القطب والوتد، إن امرأ جهل علم الدين ديدنه ما في طريقته هدي ولا رشد. أنبئت أن سلحفاة يهددنا بأنه أسد ضار له لبد، وأن بطشته تخشى وأن له زهرا يزلزل منه الطود والجدد. أتعبت نفسك، أتعبت نفسك. أنبئت أن سلحفاة يهددنا بأنه أسد ضار له لبد، وأن بطشته تخشى وأن له زهرا يزلزل منه الطود والجدد. أتعبت نفسك، لا تندى الصفات إذا عض الصفات امرؤ أودى به الدرد، إني الهزر الذي إرئ في بلد أو جازه خيف دهرا ذلك البلد، لا أحسب الذيب في بيدائه أسدا ولا أفر إذا ما جاءني الأسد. أيها الأحباب الكرام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.